السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. ازاي تعرف الديك من الفرخة من عمر يوم أول ما الكتكوت يطلع من البيضة وياخد محلول معالجة الجفاف، أو لما تشتريه ويكون عمر يوم أو يومين؟ ازاي تقدر تعرف الديك من الفرخة؟ وهل ده مفيد ولا ملوش لازمة؟ أسئلة كتيرة لازم نجاوب عليها بصدد هذا الموضوع، لازم نركز فيها واحنا بنجاوبها. لكن قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ويلا بينا ندخل في التفاصيل بتاعة موضوعنا النهاردة. مبدئيا مهم جدا ان انت تعرف الديك من الفرخة، بس في ناس بتستعجل على ده وفي ناس ما بيفرقش معاها، يعني ممكن تعرف ده متأخر عادي وبعد كده تبدأ تقسمهم لما يكبروا. لكن انا واحد من الناس بحب اعرف من البداية، وبحب افرق ما بينهم من البداية مين فيهم ديك ومين فيهم فرخة، عشان ده يسهل عليا التربية ويسهل عليا التقسيم، خصوصا لو هم عدد كبير من الطيور. عشان تعرف الديك من الفرخ وهم صغيرين في شوية علامات كده، في شوية علامات بين الذكر والأنثى. تمام؟ العلامات دي بتبان من أول ما الكتكوت يطلع من البيضة عادي، وبطريقة سهلة ومضمونة، من غير ما تحتاج خبرة كبيرة يعني، ولا أجهزة ولا كشف ولا دكتور بيطري ولا أي حاجة من هذا القبيل. تمام؟ فركز معايا كده علشان هنحكي الحدوتة بالتفصيل. كتير من الناس أول ما بتشتري كتاكيت بيبقوا محتارين، ده ديك ولا فرخة؟ طبعا الموضوع مهم، لأن اللي عايز يربي فراخ للبيض لازم بيركز على الإناث، واللي بيجهز للتسمين بيركز على الذكور. بس المشكلة إن الكتكوت أول يوم شكله زي أخوه بالظبط. الكتكوت في أول يوم بيبقى شكله زي أخوه بالظبط، يعني هو ما فيش فروق واضحة إلا لصاحب الخبرة، هو اللي بيقدر يحدد. طب نعرف إزاي؟ خليك معايا خطوة بخطوة وهتفهم كل حاجة، لأن في علامات ممكن تظهر لك في الشكل الخارجي أو في وضع الجسم أو في تفاصيل معينة كده هتساعدنا نتعرف على العلامات دي ونقدر نشرحها مع بعض بالتفصيل خلال الحلقة. يعني مثلا الطريقة الأولى الشكل الخارجي. حضرتك هتبقى ماسك كده كتكوتين، تمام، وتبص عليهم بنفسك. بص يا سيدي، أول وأبسط طريقة هي إننا بنبص على شكل الكتكوت من بره. حلو. لو انت في واحد فيهم ذكر وفيهم نتاية هيبقوا بالتفاصيل دي. شكل الراس والمنقار، الذكر بيبقى منقاره أعرض وراسه شكلها مبططة شوية، مبططة شوية، أعرض ومبططة شوية، كأن فيها عرض زيادة. إنما الأنثى المنقار بتاعها أنحف والراس بتاعتها تمام مش مبططة زي الذكر. تمام، أصغر كده، راسها أصغر، ودي علامة مهمة جدا لازم نكون مركزين فيها. لو من حيث بقى اللون والريش الخفيف، اوقات بتلاقي الكتكوت الذكر لونه افتح شويه والانثى لونها اغمق شويه، بس دي مش قاعده ثابته بقى في كل السلالات. دي علامه ممكن تساعدك كده في بعض السلالات اللي بنشوفها في مصر هنا. تمام. ده بالنسبه للشكل العام، الشكل الخارجي. انما في طرق تانية بقى بتحدد لك بشكل اعمق واكثر حسما. بتعتمد مثلا على وضع الكتكوت لما تمسكه. جرب كده تمسك كتكوت بين صباعين، تمام، من ظهره بلطف كده، بلطف. تمام، هتلاقي ان الكتكوت الديك بيرفع راسه لفوق كده كأنه بيتحداك او كأنه بيبص ليك كده وكأنه مش خايف منك، بيرفع لك راسه كده ويبص عليك. انما الكتكوت الانثى بتميل راسها لتحت كأنها خايفة اكتر. ودي بقى الطريقة دي محتاجة احساس، محتاجة تركيز شوية على على شخصية الكتكوت. وطبعا دي محدش بيقدر يتقنها غير الناس اللي عندها خبرة
وبتتعامل مع الكتاكيت بشكل مستمر، تمام، هم دول اللي يقدروا ايه يحسموها. انما انت كواحد لسه بتتعلم في البداية، فالموضوع ده هيبقى شوية محتاج منك ايه تجربة كتير. بس الطريقة دي على فكرة 70-80% بتبقى ناجحة جدا، لان هي فعلا طريقة بتعبر عن نوع الكتكوت من خلال شخصيته، من خلال نظراته، من خلال طريقة بصته كده وانت بتمسكه. لما تكون عارف كويس بصته دي شكلها ايه، هتقدر تحدد ده كتكوت ولا كتكوت ذكر ولا كتكوت انثى. فمهم جدا ان انت تاخد الخبرات دي كلها. تمام. تعال نروح بقى لنقطة مهمة جدا جدا جدا. تمام. نقطة مهمة جدا جدا جدا. دلوقتي الطريقة دي بنسميها فحص الفتحات الخلفية او الفتحة التناسلية. بس طبعا لازم تتعمل بحذر شديد جدا عشان الكتكوت لسه صغير وحساس. الخطوات: هتمسك الكتكوت بلطف، تمام، هتفتح المنطقة الخلفية شوية كده بالإبهام أو بالسبابة أو بالاتنين مع بعض كده تحاول تفتحها. لو لقيت نقطة صغيرة بارزة جدا جوه يبقى ده ذكر. لو المنطقة ناعمة وما فيهاش أي بروز يبقى ده أنثى. يبقى النقطة الصغيرة دي اللي هي العضو الذكري من الآخر. النقطة دي بتبان أوضح في أول يومين بس، وبعد كده بتختفي تدريجيا، بتختفي بشكل تدريجي. ملحوظة: ما تحاولش تضغط على الكتكوت جامد علشان ما تتسببش ليه في أي ضرر، لأن برضو في الأول وفي الآخر هو بيبقى صغير، وأقل حاجة ممكن تتعبه بيبقى عظمه طري جدا إلى أبعد الحدود. ولازم إيدك تبقى ناشفة ونضيفة، نضيفة جدا، ما يكونش فيها أي حاجة خشنة، ضفر يعور، جلد ميت يعور، أي حاجة خشنة لأ. تمام. حاول تكون حريص وانت بتفحص الكتكوت. في ناس بقى بتستخدم طريقة الصوت، برضو دي ممكن يبقى ليها تأثير، بس احنا شخصيا مش بنحبها، لان هو صغير الاصوات بتبقى متداخلة جدا، وصعب ان انت تفرق ما بينهم، ما بين الديك وصوته اللي بيبقى فيه خشونة والانثى وصوتها اللي بيبقى انعم، كلهم بيبقى صوتهم ناعم، فاحنا مش بنفضل الطريقة دي. اكتر طريقة فيهم هتنجز لك الموضوع هي طريقة الكشف، ان انت بتكشف بنفسك، ودي سهلة جدا جدا جدا، ومع الخبرة هتبقى اسهل بالنسبة لك. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس عشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. اشوفك على الف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.